السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايب قلبي؟ صلوا على النبي. يا جماعة اشتركوا في القناة عشان قناتي تكبر بيكوا، وابقى يعني انتوا تبقوا بتحفزوني وبتشجعوني ان انا اعمل كل حاجة جديدة وحلوة ومتغيرة شوية. يعني انا اتمنى ان انتوا زي ما بتشوفوا الفيديو يعني دوسوا لايك، مش هتخسروا حاجة، ودوسوا اشتراك، مش اكتر من كده، مش طالبة منكم اكتر من كده. النهاردة بقى هنعمل سمك غير يعني كل اللي احنا عملنا مرتين قبل كده. سمك دي طريقة تالتة خالص. لو محدش شاف الطريقتين قبل كده يدخل على الصفحة عندي ويشوف احنا عملنا فيهم ايه. المرة دي هنعمل السمك بطريقة بقى التقليدية العادية خالص. جبنا السمك معانا، وطبعا التتبيلة بتاعتنا توم وملح وكمون وشطة يعني اللي هو حراقة، تمام. وقلبناهم، وليمون طبعا وشوية خل، وقلبناهم وخلاص. وجبنا بقى السمك بتاعنا وفتحناه طبعا عشان يبقى مش نايم من جوه، مستوي. وحشينا السمك زي ما انتوا شفتوا، وبقيت التتبيله حطيتها على الوش ودعكت السمكيه بيها كده، تمام، عشان تبقى كلها واخده التتبيله وتبقى حادقه معانا وطعمها حلو. وسبتها حوالي 5 دقايق في قلب التتبيله، تمام. بعد ما سبتها شويه رحت متبلاها في الدقيق بتاعنا بس العادي خالص، ونزلت بيها في الزيت، تمام. وزي ما انا معوداكوا في كذا مره في الفيديوهات بتاعه السمك ان احنا بنحط قشر الليمون، تمام. اهو قشر الليمون اهو، زي ما قلت لكم قبل كده ان قشر الليمون بيمنع اي ريحه زفره طبعا، ده غير ان احنا غاسلين السمك ومنضفينه عادي جدا، تمام. اهي السمك ما شاء الله طلع، بصوا انا وريتكم حالا بالشوكه ان هو مستوي من جوه ولونه ابيض ازاي، مش ني ولا حاجه عشان احنا فتحناه، تمام. ادي السمك بتاعنا، اكلتنا سهله النهارده وصغيره كده وبسيطه على قدنا، تمام. وقلنا يعني نغير شويه، وادي السمك وادي السلطه وادي الرز. طبعا السمك ما يستغناش عن السلطه، لو حابه تعملي سلطه طحينه اعملي سلطه طحينه بتبقى حلوه برضو جنبها. السمك المقلي دوت اصلا عشق بالظبط ليا، بالذات البولتي، تمام. ادي احنا خلصنا طبعا، معلش نسيت احط لكم الفيديو بتاع الرز قبل ما اسويه، قبل ما احطه يعني على الفيديو، تمام. الرز بتاعنا برضو هنعمله بطريقه برضو مختلفه، تمام. دلوقتي ادي احنا حطينا البصله في قلب الزيت وحمرناها. مش انا، في ناس بتحب تحرقها، انا ما بحبش احرقها بصراحه، انا بحب اعملها باللون ده، تمام. في بقى احنا بقى بنحط المية مع البصل وبعد كده نحط عليها الكمون والملح ونسيبها تغلي شوية. لا انا عملتها بقى بطريقة تانية مختلفة، اللي احنا نزلنا بالرز على البصل بعد ما اتحمر، واديناها تشويحة كده لحد ما اتشمعت معانا، تمام. زي ما انتوا هتشوفوا، شفتوا اللون بتاعه متشمع. بعد كده نزلنا بكمية المية، طبعا كمية الرز على قد كمية المية بتاعتك اللي انتي هتعمليها، تمام. كده بقى قلبناه وحطينا بقى الملح والكمون بتاعنا، ظبطنا ملحها وكده تمام قوي، خلاص ماشي. ده بقى الفيديو بتاعنا اهوت جميل، وده اكلتنا البسيطة، سمك ورز وسلطة، بس سهلة وبسيطة وشكلها يشهي اصلا، والف هنا وشفا لينا وليكم.